الربيع ليه ريحه، والصيف ليه ريحه، والخريف ليه ريحه، والشتاء ليه ريحه، وكلهم روايحهم مختلفه. وانا كمان بحس ان دايما لازم مع كل مناسبه او موقف ليا تبقى ريحتي مختلفه، علشان كده ما بقدرش استغنى عن جلوريفاي. صحيح، كملي الفيديو ده للاخر علشان تعرفي من هم جلوريفاي، وعلشان كمان في مفاجاه حلوه قوي اخر الفيديو. جلوريفاي هو براند عامل مجموعة بادي سبلاش مكونة من 8 أنواع ب8 روايح مختلفة، ومناسبة جدا لأي مناسبة أو موقف هتمر بيهم. اللي عجبني في البادي سبلاش ده إنه معمول صح قوي، لأنه اتعمل على إيد خبرة في مجال العطور بقالهم أكتر من 15 سنة، وده اللي خلاهم يطلعوا لنا 8 روايح مختلفة مفيش واحدة فيهم شبه التانية. ومش بس كده، دول ثابتين ثبات رهيب سواء بقى استخدمتيهم على الجسم او اللبس، وكلهم روايح ترندي، يعني تقدري تقولي عليهم كده روايح ترند صيف 2025. تعالي بقى كده اوريكي واقول لك ايه هم الثمان روايح اللي بيقدمها جلوريفاي. أول سبلاش هو جلوريفاي بلس 18، وده بقى اسم على مسمى لأنه عامل ميكس خطير بين الروايح الزهرية مع العود والعنبر، هيخليك تحسي بالفخامة كده. تاني واحد بقى هو فوليو، وده هيحسسك إنك قاعدة على البحر، لأنه فواكه استوائية مع مسك، حاجة هتديكي انتعاش من الآخر. أما بقى أندر 17 فده ريحته في حتة تانية خالص، تخيلي كده معايا فراولة وتوت وفانيليا ومسك في نفس الإزازة، حاجة خطيرة بجد. العظمة الرابعة بقى هو سيلس، بطيخ مع كيوي مع ليمون، هتحسي كده انك مش عايزة حاجة تاني. لو هنتكلم بقى عن جيرل ماث فده بقى ريحته بناتي جدا، ومفيش بنت مش هتحبه، ميكس فانيليا وتوت، حاجة برضو من الآخر. ولو عايزة تعرفي فعلا يعني ايه بادي سبلاش يبقى لازم تجربي البادي كاونت، ده بقى ليمون وبرتقال ميكس فواح جدا. ولو بتحبي روايح اليونيسكس يبقى تجربي جوستنج اللي جمع القهوة واللاتيه والكراميل مع بعض. واخيرا بقى فوريفر 21 اللي هيديكي ثقه وفخامه مفيش بعد كده، وده برضه يونيسكس، وده ميكس بين العنبر والعود، هيحسسوكي بعظمه فعلا. شفتوا بقى ان الثمان روايح مختلفين ومش زي بعض خالص، وفعلا هتحتاروا من حلاوتهم. وعلشان الحيره دي جلوريفاي قرروا يختاروا 10 من الكومنتات يكسبوا 2 بادي سبلاش علشان يجربوهم. يلا بقى سيبي كومنت باكتر روايح عجباكي علشان تبقي انت الكسبان.